ازيكم يا اغلى متابعين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اول ما نبدا كلامنا بالصلاه على النبي، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، عليه افضل الصلاه والسلام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لو عايزه تقضي على الكوكسيديا والكوليستريديا والفضلات المدممه، تعالى اقولك النهارده في الفيديو بتاعي انا هبدا بايه. اول ما هنبدا هنقول بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده معايا الكتاكيت عمر 8 ايام او 9 ايام، اعتقد 8. هنا الكتاكيت كانت جعانة جدا، حطت لهم العلف. ما شاء الله، الحمد لله، اللهم بارك. النهاردة عندي حاجة حصلت، تعالى اقول لكم على الكارثة اللي حصلت عندي النهاردة. اللمبة اتحرقت والجو كان ساقعة جدا جدا جدا. طبعا انتوا عارفين درجات الحرارة اليومين دول عاملة ازاي، يعني تحت الارض جو تلج. فانا الحمد لله عندي لمبة صفرة تاني حطيتها مع الدفاية، برضو مش هتدفيهم واحنا النهاردة بالليل متأخر. شايفين الحمام يعني اسهال بسيط كده، بس انا خفت برضو. هعمل لهم سقوه النهارده تقضي على الاسهال ده، تقضي على الكوكسيديا، تقضي على الكوليستريديا ان شاء الله. هنشوف الخلطه دي ايه. الخلطه دي معايا اهيت غليه شيح على شاي، غاليه معلقه شاي على معلقه شاي، يبقى تقيل. وهنشوف الاوزان برضو النهارده، بس هنشوف معانا هنعمل ايه. هضيف عليهم ليمونه. السقوه دي هتلغي ان شاء الله باذن الله الكوكسيديا، الكوليستريديا، الاسهال، الريحه الوحشه، كل الحاجات دي ان شاء الله. اهي السقايه معايا 2 لتر على كنكه صغيره، انا غاليه فيها، غليتها على النار ومغطياها علشان الزيوت بتاعتها ما تطرش. استنيت 5 دقايق لحد ما بردت، وبعد كده حطيتها اهيت. ما حطيتش طبعا، مش هحط الليمون على الحاجات المغليه علشان الفيتامين بتاعه ما يروحش. طبعا الليمون ده معروف فيتامين سي بتاع ده، مهم جدا 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 في الشتاء. الشيح والشاي حلوين قوي، بينضفوا الامعاء. الشيح بينضف الامعاء بتاع الكتكوت، حلو جدا، ما نستغناش عنه طول الدورة علشان نبعد عن الادوية البيطرية. طبعا زي ما قلنا قبل كده ان شاء الله باذن الله. انتوا زي ما شفتوا معايا انا اديت اول جرعة بس، انا ما بديش جرعات تاني. هدي بس الجرعة بتاعه الكوكسيديا والكوليستريديا اللي انا بجيب كوكس كيور، اللي شاف الفيديوهات قبل كده ده هجيبه في ان شاء الله باذن الله في العمر 12 يوم ولمدة 3 ايام. لما نيجي وقتها هنقول. انا هنا بجهز السقوة اهوت. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا حطيت السقوة اللي هي زي ما قلنا شيح على شاي، غليتهم حلو قوي، حطيتهم في المية. طبعا يا ريت يبقى الكتاكيت عطشانة جدا علشان يشربوا السقوة دي. والحمد لله اهوت حطيت لهم المية باذن الله اهوت يبتدوا يشربوا فيها وهم عطشانين. طبعا ده مهم جدا، احسن ما تحطيها وهم ايه قاعدين كده عندهم خمول او حاجة. لا، السقوة دي بتنشط، حلوة جدا 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 للكتاكيت، بتنشط الكتكوت، بتخليه دفيان باذن الله. وهنبدا بقى نوزن معاكم كام كتكوت كده ان شاء الله. انا كاتمه الصوت النهارده لان كان الصوت بتاع الكتاكيت فظيع، والاولاد كانوا في الشارع كتير، لان طبعا البلكونه زي ما انتم عارفين انا عامله عشه في البلكونه. ده كده معانا اول كتكوت. انا مش بختار، انا باخد عشوائي من الكتاكيت اللي بتبقى قريبه مني، انا باخد اوزن منها. ده كده 215 جرام، 215 جرام، عمر 8 ايام ان شاء الله باذن الله. دي برضو زي ما قلنا اهوت، احنا دوب لسه بادئين في الخلطات. بسم الله ما شاء الله، اللهم بارك. 223، 223، يعني داخلين على ربع كيلو ان شاء الله باذن الله يا رب. وعندي برضو كتاكيت ضعيفة على فكرة، ان شاء الله هزود السقايات والعلافات علشان ايه ما يبقاش فيه تفاوت في الاوزان كده ان شاء الله باذن الله. اقعد الله يهديك. ده عدى اهو ربع كيلو، 262 ما شاء الله، اللهم بارك. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. 214، الله اكبر ما شاء الله، اللهم بارك، الله اكبر. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله، اللهم بارك، الله اكبر. ده كده متهيألي صغير شوية، عامل 173، 173. اللهم بارك، الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم.
بسم الله، الله اكبر، لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. 174 هو ده اللي كنت بوزن لسه. ما شاء الله، اللهم بارك، الله اكبر. وزنت كام كتكوت كده عشوائي، انا مش بختار. ما شاء الله، اللهم بارك، الله اكبر. شايفين حيوة الكتكوت عندي عاملة ازاي؟ انا بديهم السقوة اللمبة. والله انا زعلانة عليها، عمالة اقول طب دي انا اجيبها منين دلوقتي؟ لسه جايباها والله اول الدورة ب40 جنيه. طبعا ان شاء الله باذن الله انا كده مش هجيب لمبة التانية. انا جبت واحدة النهاردة، قمت الصبح طبعا جبتها، بس بالليل انا كنت متضايقه لازم أن يبقى عندي لمبه احتياطي. كان عندي لمبه احتياطي الصغيره اللي انا حطيتها دي بقت لمبه والدفايه، بس برضو كنت حاسه ان الجو ساقع مع انهم بيجروا هم مش كمشانين ولا حاجه، بس انا برضو والله كنت خايفه عليهم للصبح. جبت لهم لمبه تاني كبيره وحطيتها لان الجو ساقع جدا، وعمالين يقولوا خلوا بالكم من التلج اليومين دول، ربنا يسترها يا رب. الناس اللي هتحضن تخلي بالها جدا. الحمد لله بيشربوا اهوت. الارض الحمد لله حلوه قدامي اهي، نظيفه ما شاء الله، اللهم بارك، الحمد لله. ان شاء الله يا رب باذن الله تكمل دورتنا على خير يا رب. الشيح مطهر حلو قوي 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 للامعاء. الليمون فيتامين سي مهم جدا طول الدوره بتاعتنا. انا قلت كتير قبل كده نجيب الليمون يا جماعه وهو رخيص ونحطه في الفريزر، لان كده كده احنا بنضربه في الكبه مع البصل والثوم والحاجات دي، لكن انا النهارده حطيته في السقوه مع الشيح، ده مهم جدا. لو لقيتي عندك الحمام بتاعهم او الفضلات بتاعتهم ما اتعدلتش، بنعمل ايه؟ بنعمل السقوه دي لمده 3 ايام. العلب بتاعنا بنحط عليه معلقه نشا، ده بيظبط معايا الدنيا، بيظبط معايا ال الاسهالات بتاعتهم ان شاء الله نقضي عليها. انا الحمد لله من سقوه او والتانية الاسهالات عندي بيتقضي عليها على طول، لان انا مش بستنى، لمجرد بس شفتها امبارح كده. حاجة بسيطة، بس انا خفت عشان ما تزيدش ما تبقى زيادة عندهم. انا يا دوب عملتها والحمد لله. ان شاء الله باذن الله يعني الحمد لله عملتها قبل كده كتير. باذن الله هتشوفوا معايا الفيديوهات الجايه كلها هتبقى حلوه برضو باذن الله، هيبقى كلها نصايح وفوائد. بشكر كل الناس اللي بتدخل قناتي، بس والله العظيم انا الفيديوهات الاخيره انا حتى الناس اللي مشتركه في القناه مش عارفه ليه مش بيدخلوا يعني يتابعوا القناه. يا ريت يا ريت يا ريت، بتمنى من كل اللي يجي معايا في القناه بالله عليكم بالله عليكم تشتركوا في القناه، تفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد. الناس كلها على راسي اهو، بقول لكم حطوا اللايك، الناس كلها على راسي. واخر ما نختم به كلامنا الصلاه على الرسول، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. متشكره جدا ليكم، متشكره جدا لكل اللي هيشوف الفيديو، يا ريت تشيروه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، مع السلامه.